كم سيجني اللاعبون والمنتخبات من المال في كأس العالم قطر 2022؟ لم يتبقى سوى أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، ويتساءل الكثير من المشجعين حول كم سيكسب اللاعبون مقابل مشاركتهم، وما مقدار الأموال التي سيوزعها اتحاد الفيفا. أعلن الفيفا أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تسمح للاعبين بالمشاركة في كأس العالم. في المجموع، سيوزع الفيفا 440 مليون دولار، وبحد أقصى 370 ألف دولار تدفع لكل لاعب. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الفيفا أن جميع الأندية التي لعب فيها المشاركون خلال العامين الماضيين قبل البطولة ستحصل أيضاً على تعويض. الفائز بكأس العالم سيحصل على 42 مليون دولار، أما الوصيف سيحصل على 30 مليون دولار، والمنتخب صاحب المركز الثالث سيحصل على 27 مليون دولار، وكذلك المنتخب الرابع سيحصل على 25 مليون دولار. أما المنتخبات المحتلة للمرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة ستحصل على 17 مليون دولار لكل منتخب. وأما ترتيب المنتخبات من التاسع إلى السادس عشر ستحصل على 13 مليون دولار لكل منتخب، فيما ستحصل المنتخبات من المركز 17 إلى المركز 32 على 9 ملايين دولار لكل منتخب.